فضائح بالجملة خلال برنامج على أحد القنوات العربية تظهر غباء الحاقدين على المغرب، وجزائري يفضح نظام الكبرنات بسبب دعمها لميليشيات البوليساريو، ومدرسة المختار غازوليت المغربية تفوز بالمدرسة المميزة في الموسم السادس من تحديات القراءة العربي في دبي، وفلسطينيين يصفعون أعداء المغرب بأغنية تشجيعا لأسود الأطلس في مونديال قطر 2022. وناصر بوريطة يشارك في منتدى باريس للسلام، ويظهر في نفس الصف وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة، معكم أبو طربوش فلسطيني مغربي. أنا كل يوم بعمل حلقة بتناول فيها أهم المواضيع، يا ريت تدعمونا بلايك على الفيديو ومشاركته في حال إعجابكم، والأهم من هيك إنكم تشتركوا بقناتي وتفعلوا جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل جديد. أول ما نبدأ فيه، الجماهير الفلسطينية بترد على الحاقدين التي تحاول تشويه وزعزعة العلاقات المغربية الفلسطينية بأغنية إهداء لأسود الأطلس دعما وتشجيعا لهم في مونديال قطر 2022. خلينا نسمع جزء صغير من هاي الأغنية ونرجع نناقش أهم المواضيع. أسود الأطلس غنينا مغربية هلينا، أسود الأطلس غنينا مغربية هلينا، عزيز العرب سمينا وفي الملعب شجعنا، والعلم الغالي للسماء رفعنا. برازيل العرب، أسود الأطلس، الراية المغربية رح نعليها فوق ونشجع أسود الأطلس. العلاقة المغربية الفلسطينية عميقة أزلية كبيرة، لا يمكن أبدا إنها تتزعزع من خلال صورة مفبركة. كتير من الحاقدين بيحاولوا يشوهوا هاي العلاقة، لكن دائما وأبدا هي باقية ورح تضل، والقدس فلسطينية والصحراء مغربية. الموضوع الثاني يا جماعة الخير، خلال متابعتي لأحد البرامج على القنوات التلفزيونية، يعني واحد السيد عامل لقاء برنامج بناقش فيه سبب الخلاف بين المغرب والجزائر. أغلب المتصلين للأسف الشديد من الجزائر يعني لا يفقهوا شيء، حافظين مش فاهمين. بقول لهم شو السبب؟ بقول لك إنه المغرب محتل أرض الصحراء. طب انت يا شو دخلك في ارض الصحراء؟ وواحد تاني بيحكي لك ليش المغاربه يعني بيحتفلوا بالمسيره الخضراء وبيحتفلوش في يوم الاستقلال. وواحد تاني بيقول لك انه المغرب وجدت بعد خروج الاحتلال او الاستعمار الفرنسي. يعني الشيء عن جد عن جد. راح اسمعكم هاي المداخلات ونناقشها. خلونا نسمع اول مداخله. أعطيني النتيجة، ما الذي تريد قوله يا عبد الكريم؟ أريد قولها رجاء. أنتم أصبحتوا يعني قنوات الفتنة وقناة تتصيدون كل ما دخلكم بيننا وبين الجزائر. وما دخلك أنت بقضية الصحراء؟ هل هي جزائرية؟ شفت الآن شفت كيفاش ظهرت. لا، هذا سؤال يسأله كثيرون. على السريع بقول له انتم بتعملوا يعني برامج من اجل نشر الفتنة. طيب انتوا نفسكم يعني عشان السيد المذيع بيتكلم بحقائق اصبح الان ينحاز للمغرب. بيتكلم السيد في حقائق، اتهموه بانه منحاز للمغرب. في نفس الوقت ايش دخلكم انتوا في موضوع الصحراء؟ طيب يا جماعة الخير، حنشوف جزائري يعني انا عجبني جدا، بهدل نظام الكورنات ومسح في كرامتهم الارض، وقال احنا ما عندناش مشكلة مع الشعب المغربي، بل هم اللي اوجدوا الخلاف بيننا وبين المغاربة. شو دخلنا بالبوليساريو؟ احنا شو دخلنا بانه احنا ندعمهم ونقسم المغرب؟ احنا في عنا عائلات جزائرية في المغرب وفي عائلات مغربية في الجزائر. مكالمة جميلة جدا، خلينا نسمع لها. يا أخي، هذا يعني المشكلة اللي بيننا وبين المغرب، يعني السبب الرئيسي تاعها هو النظام العسكري الجزائري. نعم. لأن هذا النظام ما عندهش معاه علاش يبرر الإخفاقات تاعه، إلا يعني خاصة يعني ما يعني وين اشتد الخلاف من يعني 22 فبراير 2019.
حتى يبرر للشعب ان هناك يدين خارجيه عربيه. احنا والمغرب يا خويا، احنا والمغرب اخوه، احب من احب وكره من كره. احنا رانا كما قال لك يعني عائله. انا نصفي هاك ونصفي هاك، يعني نصفي مغربي ونصفي جزائري. نعم. ما عندناش حتى مشكله. يعني هذا البوليساريو شكون؟ غادي نعطيك مثلا سؤال، شكون اللي عاوننا احنا في الثوره؟ عاونونا المغاربه، احنا في الثوره تاعنا عاونونا المغاربه، ما كناش نسمعوا بهذا الاسم تاع البوليساريو هذه. نعم. يعني هذا المشكله السبب الحقيقي تاعها هو النظام، يعني النظام الديكتاتوري الجزائري. شكرا لك. كلام جميل، كلام رائع. هذه هي الحقيقة اللي لازم تصل لكل الجزائريين، انه النظام اهتم بالبوليساريو الوهمية من اجل تقسيم المغرب، بدل ما انه تستثمر في مشاريع من اجل انه الشعب يستفيد. لا، هي من اكثر من 47 عام وهي بتنفق مليارات الدولارات في دعم البوليساريو الوهمية. يعني بيمشوا خلف سراب، لا فائدة من هذا الاشي. بتمنى انه هاي العقلية يعني يفكروا بها جميع الجزائريين، لانه عن جد الوقت لا يرحم. وللأسف الشديد جماعة الخير انه النظام الجزائري اليوم بحاول يلهي شعبه من خلال يعني صب الزيت على النار، ومن خلال انه يتصدر الجميع الجزائريين مواضيع فقط يعني تهتم بالمغرب بدلا من أن يهتموا بشؤون البلاد. ولكن النظام قاعد بيلعب لعبة إنه يلا نلهي الشعب بخلافنا مع المغرب لحتى ما يركزوا مع الواقع اللي بيعيشوه. خلونا بالله نسمع هاي المكالمة اللي حتكون آخر مكالمة. ما علاقة الجزائر لتحشر أنفها في هذه القضية لكي تعمق الخلاف؟ ما علاقة الجزائر؟ لماذا هي متحمسة بهذا الشكل لإنشاء دولة اسمها الصحراء؟ شوف يا أستاذنا، تفضل. الكل يعني متفق أن الحدود الجغرافية للدول العربية ودول العالم الثالث كاملة أوجدها الاستعمار. نعم صحيح. فقبل الاستعمار لا توجد شيء اسمها المغرب، صحيح. ولا تونس ولا الجزائر ولا موريتانيا ولا الصحراء الغربية. أحسنت، صحيح. خلاص، إذن يعني أننا ورثنا هذه الحدود السياسية اللي هي جريمة من جرائم الاستعمار في الحقيقة. نعم. لأن هناك تهجير قسري للناس. طيب، لكن للأسف أن القوى الكبرى في العالم اتفقت أن حدود الدول على حسب ما خلفه الاستعمار. هذا المتفق، ولهذا وجدت سوريا ووجدت مصر ووجد العراق واليمن وكل الدول. نعم. طيب، خرج الاستعمار الفرنسي من المغرب فوجدت المغرب، وخرج الاستعمار الفرنسي من الجزائر فوجدت الجزائر، وخرج من تونس فوجدت تونس، وخرجت إسبانيا من الصحراء الغربية فوجدت هذه الدولة البوليساريو التي يعني إخواننا المغاربة عندهم حماس، ربما لا أفهم يعني كيف، أنهم يريدون أن يضموا هذا الوطن لهم. فوقعت الإشكالية، ولكن المشكل مش هنا. المشكل أن في الثمانينات القرن الماضي استطاعت القيادة السياسية في الجزائر وفي المغرب أيضا تجميد الخلاف، وسطروا خط وقف إطلاق النار. نعم. وأجلوا وتركوا الوقت، ربما سيكون الوقت هو الدواء لهذه القضية. طيب يا عبد الحميد، أنا أسألك سؤال. نعم عبد الحميد، أسألك سؤال. يعني إذن أنت قلت بأن الاستعمار خرج من كل بلد وأنشأ الدولة. طيب الاستعمار خرج من الجزائر ونشأت الجزائر، خرج من المغرب ونشأت المغرب، خرج من الصحراء، والمغرب يرى بأن الصحراء جزءا لا يتجزأ من المغرب. هناك مشكل بين المغرب وبين
البوليساريو. ما علاقة الجزائر لتحشر أنفها في هذه القضية لكي تعمق الخلاف؟ ونحن دائما نقول نحن مع الوحدة العربية، نحن مع أي قطرين عربيين يتحدان. هل نحن بحاجة إلى تجزئة المجزأ؟ ما علاقة الجزائر؟ لماذا هي متحمسة بهذا الشكل لإنشاء دولة اسمها الصحراء؟ وما علاقة جنوب إفريقيا بالصحراء الغربية؟ لماذا جنوب إفريقيا اليوم تدافع وتمول البوليساريو؟ أين هي العلاقة؟ ما علاقة البيرو بالصحراء الغربية؟ شكرا لك. على كل حال عبد الحميد من الجزائر، أنا أتحدث لك عن الجزائر وما علاقتها. تقول لي جنوب أفريقيا ليس لها موقف ولم تدعم أحدا في هذه القضية. يعني هذا بدل على انه حافظ مش فاهم. بقول له شو دخلك في علاقة شو دخل الجزائر بالصحراء المغربية؟ بقول له شو دخل جنوب افريقيا؟ تكلم عن الجزائر اللي هي كانت يعني سبب في وجود هذا الصراع للأسف الشديد، ومتمسك بدعم البوليساريو إلى يومنا هذا، ولم يعني تقبل بقرارات مجلس الأمن وخاصة قرار 2654. بعدين في تعليق مهم، المغرب الآن وجد بعد انسحاب أو بعد خروج الاستعمار الفرنسي؟ لا يا حبيب، المغرب له تاريخ عريق. المغرب موجود منذ العصر الحجري، وأول من حكموا المغرب هم الأدارسة عام 798 يعني في القرن العاشر، وبعدين جاءوا المرابطون اللي حكموا المغرب عام 1147، وبعدين الموحدون، وبعدين المارينيون، وبعدين السعديون، وبعدين العلويين اللي حكموا المغرب عام 1660. في عام 1912 دخل الاستعمار الفرنسي. يعني انت بتتكلم في حاجة مش فاهمها للأسف الشديد. إلى هنا نختتم حلقتنا لهذا اليوم. تحياتي لكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك وبارتاج، واللي مش مشترك بالقناة يشترك بالقناة. دائما وأبدا القدس فلسطينية والصحراء مغربية، كل يوم فيديو جديد إن شاء الله. تحياتي وإلى اللقاء.